سلام، كنتمنى تكونوا بخير. كما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر مالحه بعجينه قطنيه وبحشوه سهله اللي هي الخضر والفرomاج. الا بغيتوا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير بقاو معايا حتى الاخر. غادي نحتاجو كاس ديال الحليب يكون دافي، غادي نزيدو عليه معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غادي نزيدو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نخلطوهم واحد شويه وغادي نغطيوهم بالسيلوفان وغادي نخليو الخميره ديالنا حتى كطلع. من بعد ما كتطلع الخميره غادي نزيد 3 المعالق كبار ديال الزيت، غادي نزيد ابيض بيضاء، الاصفر غادي نخليوه باش ندهنو به، غنزيدو الملح على حسب الذوق. هنايا نستمت بشويه ديال الزعتر وكنزيد واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي، ممكن نعوضوه بالحليب الدافئ. كنخلطوا مزيان العناصر وغادي نبداو نزيدو في الدقيق. هنايا غنعبر معكم الدقيق بالكيسان، هنايا زدت 2 كيسان ديال الدقيق. كنخلطو غير بالملعقه، العجينه ديالنا ما كتحتاج اننا ندلكوها. هنا كما كتشوفوا معايا كنزيد الكاس الثالث. هنايا غير باش تعرفوا يعني تقريبا شحال ديال الدقيق غادي تاخذ لكم الوصفه، لان ما كاينش قياس مضبوط ديال الدقيق، لان الدقيق كيختلف، النوعيه ديالو كتختلف على حسب، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. هنايا درت 3 ديال الكيسان، العجينه بدات كتجمع. الكاس الرابع ما غاديش نزيدو دقه واحده، غادي نزيد غير النصف وغادي نبدا نخلط حتى تصل على القوام اللي بغينا ديال العجينه، اللي يكون كيتلصق. العجينه بغيناها تكون مرخوفه وكتلصق باش تجينا مفشفشه ويجيونا الفطائر ديالنا خفاف. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي خصنا في العجينه ديالنا. وبالنسبه للدقيق الكاس الرابع خدا ليا النصف، يعني 3 د الكيسان ونص اللي خدا ليا الخليط ديالي. هنايا غادي نعاون بالزيت، غادي ندهن يديا وغادي نكور العجينه وغادي ندهن حتى الاناء وغادي نغطيها بالسيلوفان وغادي نخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها. انا خليتها ساعه وربع، كنخرج منها الهواء وغادي نبدا نكورها، ندير فيها كويرات الحجم ديالهم 60 غرام. غادي ناخد جبانيه اللي يكون اولا كاس اللي يكون القاع ديالو شويه كبير، كندهنو بالزيت وغادي نشكل به فراغات في الوسط ديال الكويرات. كنحاول الفراغ اللي كندير في الوسط نكبرو شويه، ويكون العجين اللي كيشط لنا في الجناب يكون اقل، لانه العجينه ديالنا فيها الخميره وكتنفخ. كنحاولوا الوسط هو اللي نكبروه فين غادي نديروا الحشوه. من بعد ما كنشكل الفراغات ديال العجين كناخد اصفر بيضاء اللي خلطته مع شويه ديال الخل وغادي ندهن به الجوانب ديال الفطائر ديالنا. هنا كنزيد نحدد الفراغات ديال الوسط العجين هكا بالاصابع. في الحشوة غادي نستعمل صلصة البيتزا الجاهزة، عندي فلفل ألوان أحمر وخضر، عندي بصلة مقطعة رقيقة، زيتون خضر والفرماج مقطع إلى قطع كما كتشوفوا معايا. هنايا كنبدا بالصلصة ديال البيتزا كنديرها في الوسط هكا، ممكن نعاودو نسموها بشوية ديال الزعتر إلا بغينا. هنايا في الجوانب اللي دهنتهم باصفر البيض كندير شويه زنجلان بيض، ممكن ندهنو بالبافو او زنجلان عادي. في الوسط هنايا فوق الصلصه ديال البيتزا كندير القطع ديال الفرomاج وغادي ندير البصله اللي قطعتها شرائح اللي يكونوا رقاق، من الاحسن نقطعوها رقيقه باش طيب لينا دغيا. وغادي نزيد عليها الفلفله من الفوق، كنزيد الفلفله الحمراء حتى هي من الفوق، وغادي نعاود نغطي بالفرomاج اللي قطعته هكا قطع، ممكن انكم تحكوه في الحكاكه.
أنا استعملت هاد الفرماج هذا اللي فيه مزيج ما بين فرماج حمر وفرماج موتزاريلا. غنزيد زيتون خضر مقطع، إلا كان سواد يكون أفضل. نرش بشوية ديال البافون من فوق الفرماج، وغادي ندخل الفطائر ديالي للفران اللي سخنتو على 200 درجة. كياخدو ما بين 15 حتى 20 دقيقة باش يطيبوا. هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران. كما كتشوفوا معايا كيجيو رطبين، كيجيو هشاش، العجينه كتجي مفشفشه، كتجي مهويه من الداخل، ما كتجيش مدقصه، وكتجي خفيفه بزاف. وحتى الحشوه كتجي بنينه، واخا غير الخضر والفرomage. ممكن تزيدوا الطون الا بغيتو، ممكن تزيدوا الكفته، ممكن تزيدوا الصدر ديال الدجاج اللي مشحر مع شويه ديال البصله وشويه ديال الملح والبزار، اولا غير هكا مع الخضره والفرomage كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي، وصفه جديده ان شاء الله.